عايز تتجوز على عيننا وراسنا، اتجوز، بس اتجوز بنت الاصول. يعني سمعت معلومه من حد من زمايلي اللي كانوا معايا في الشغل، قال لي قبل ما اخطبها ابص لمامتها ولاهلها. قلت له ليه؟ قال لي عشان البنت هتبقى واخده من اهلها، من مامتها بالذات، وولادي اكتريتهم هيبقوا قاعدين مع اهل امهم، فلو ما لقيتهمش كمان لما اجي اعمل مشكله او عايزه حد كبير اتكلم فلازم ابص لاهلها، بيفهموا في الاصول، بيعرفوا يلموا بيوت بناتهم ولا لا، ولا من النوع اللي حرضوا على دمار على خراب ويلا اتطلقي ونعمل اقسام ومحاضر. فعجبتني جدا كلمته جدا، لحد وقتنا هذا بقالي 4 أو 5 سنين فاكراها. طب يا جماعه، مرات الاخ، انت ليه بتخشي بيت اهل جوزك تخربيه؟ ليه لو هو كويس مع باباه ومامته واخواته ليه تخليه يبعد عنهم؟ ليه لما هم بيحتاجوه بتقولي له لا